السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ بص النهارده ان شاء الله فطيرنا المشلتت جماله وحلاوته، والسر ان هو ازاي يبقى طري وازاي يبقى مورج معاكي بالشكل ده. اتفرجي معايا على اخر الفيديو وانت تعرفي الطريقه بالظبط وايه اللي انا عملته خلاه بيجي بالطراوه والحلاوه دي. ما شاء الله الله اكبر، طالع مورج معايا إيه ما شاء الله، وطالع كمان طري. دي اهم حاجه. كتير منكم بعتلي ازاي الفطير بيبقى ناشف معانا ومش بيبقى طري زي ما انتوا بتعملوه كده في الفيديو. هقولك ازاي تعمليه وتابعي معايا الخطوات بالظبط، وانتي هتعملي احلى فطير حتى لو انتي مبتدئه وما بتعرفيش تعملي فطير المشلتت. بصراحه كان ما شاء الله جميل خالص والطريقه سهله خالص. اهم حاجه عندنا في الفطير هنقول كل التفاصيل. العجين وكمان انا مش بص الطريقه، بص العجينه حلوه ازاي، الله اكبر. دي بعد ما بنسيبها وتريح ونخدمها كويس بتبقى معاكي عامله زي اللبان بالظبط. ده اللي بيخلي الفطيره معاكي طريه. وكمان في اسرار كتير انا هقولها في نهايه الفيديو معايا، هتعرفي منها ازاي برضو تخلي الفطيره بتاعتك ما تبقاش ناشفه وتبقى طريه ومورجه معاكي وجميله. بطريقة سهلة خالص وبسيطة. ونسمي بسم الله ونبدأ بقى الطريقة ونقول أول حاجة بنبدأ فيها هي إيه؟ العجين زي ما قلنا قبل كده أكتر من مرة. دقيق، دول 2 كيلو دقيق وحبة ملح وحبة سكر، وننزل بالمية واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده معايا. كل اللي بتعمليه المية حبة حبة وبتدعكيها. بتغيبي الدقيق خالص وبتدعكي فيها كده كويس، تخدميها يعني كويس علشان يبقى العجينة ليها عرق وتبقى طريه معاكي. بص عامله زي اللبان كيف. انت حته زيت بس وبتلفيها تلاقيها ايه، بيجي بالطراوه اللي انت شايفاها دي. وبنغطيها وبنتركها حوالي ربع ساعه او نص ساعه، او اعملي اي حاجه وارجعي لها هتلاقيها بصي بيجت معاكي ما شاء الله. هنقطعها قطع صغيره. ال2 كيلو دول انا قطعتهم على عملوا بالظبط 44. هما بيعملوا 40 قطعه بس هما عملوا معايا المره دي 44. تمام. ال 44 دول عملت منهم صينيتين الفطير الكبيره اللي انت شفتيهم. هو الفطير ممكن تعمليه 10 لو انت عايزه تعملي جرس صغيره. تمام يبقى ميني فطير. ممكن لو انت عايزه 15 مفيش مشاكل، بس انا بفضل دايما 20 لان ال20 بتبقى وسط زي ما انت شفتيها معايا في بدايه الفيديو. بتبقى حجمها حلو وبتبقى فيها لحم، ما تبقاش ايه خفيفه وتتحرج او تنشف منك. انا قطعتهم كلهم زي كده وبحط زيت من على الوش، والافضل ان انا اغطيهم واتركهم حوالي ربع ساعه. بس ما تتركيش العجينة فترة طويلة عشان ما تسحش منك لو انت في الصيف، لكن لو في الشتاء عادي ما فيش اي مشاكل. يبقى احنا كده هنبدأ ونقول بسم الله. طبعا انا استعملت الزيت ان انا حطيت زيت على الوش. بعد كده بجيب اي حاجة صاج او ألمونيوم او اي حاجة زي ما انت شايفة كده قدامك، وبمسك قطعة قطعة او راج راج زي ما احنا بنقول، وبفردها بطراطيف صوابع كأنك بترسمي على المية بالظبط. خلي ايدك خفيفة، ما تخليهاش تقيلة علشان العجين ما تقطعش معاك، وعلى ان هي مخدومة معاكي كويس ومريحة. اهم حاجة بقول عليها تريح العجين في الفطير. عايز تاخدي فطير حلو ريحي العجينة حلو، هتبقى معاكي ما شاء الله. واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده. انا باخدها واحدة واحدة وبحطها فوق بعض. السمنة اللي انا حطاها مستعملاها اي نوع سمنة انت بتستعمليه، بس انا هنا حاطة قطعة او حتتين كده زبدة بجري. تمام. ومش مسيحاه، مش مسيحاهم، لا انا فكاهم مع السمنه. دي بتبقى طعمها حلو وبتبقى جميله خالص، يعني مش مكتره منها. وسمنه عاديه انا مستعمله اي نوع انت بتستعمليه هيدي الغرض. بس انا ما بفضلش دايما ان انا استعمل الزيت في الفطير. الزيت في الفطير بيديله اولا طعم مش حلو لو الزيت مش نظيف مثلا، يعني زي زيت التموين، وفي نفس الوقت بينشفها معاكي. لكن انا بحط زيت بس ممكن وانا بفرز زي كده حبه في القعر بسيطه لما الاقي ان العجينه مش ماشيه معايا. لكن انا بحط السمنه زي ما انتم شايفين كده وباخدها واحده واحده. وانا مقطعه القطع قد بعض. ليه؟ لان انا لما بحطهم علشان يبقوا قد بعضيهم كده، وبخلي بس واحده بس او 2 بالظبط، والكبيره من تحت قطع اكبر يعني، والتانية من فوق، بحيث ان انا لما هتشوفوني بلمها تتلم معاكي بسهوله، ما تلاقيش ايه صعوبه. باخدهم واحده واحده وانا جربت اخلصهم. دي اول واحده اهو انا جربت اخلصها. طبعا لقيت اللي كنت بفرد فيه ضيق وصغير، فكنتش واخده راحتي يعني، فانا غيرتها. الافضل تعملها في صينيه كبيره زي كده عشان تاخدي راحتك وانت بتفردها وتفردها حلو. او نسمي بسم الله. انا بدورها وبعد كده بطراطيف صوابعك. انا مسرعه الفيديو وهو ما خدش معايا وقت برضو، يعني بتعملي اكتر من فطيره في وقت قليل. اهو بصي بتتفرد معاكي زي الميه بالظبط ما شاء الله. اهو اهم حاجه الاطراف
دوسي عليها وبتشديها زي كده وبتحطيها كده. احنا ايه، بصي البجليل دي ده هوا داخل فيها ما شاء الله، معناها ان هي تطلع مورجه وفيها هوا. انا بجفل على الهوا بالطريقه اللي انا عملتها كده، انا بجفل على الهوا خلاص واسيبها تريح واغطيها. انا هعمل التانية بقى. تمام، نقول بسم الله ونسمي عليها. لو انت وصلت للحد ده في الفيديو يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد من عندنا من عند بنت السلطان. بصوا اهو، حلاوتها في ان هي ما خليش مني وقت. واي حد يعني مش محتاجه ترجي بالنشابه، انا عملت لكم فيديوهات كتير على القناه فطير مشلتت زي كده، بس كان بالدقيق مش بالفرد بالسمنه. اهي التانية عملناها، هنغطيها. تمام، وهنولع الفرن. اهم حاجه في الفرن علشان بقى السر التاني بقى ان انت ايه، خدمت العجينه كويس والعجينه معاكي طريه. عشان يطلع معاكي طري انا بوسعها اهو بايديا، بصي بسهوله بتتوسع معاكي لان انا سبتها تريح عبال ما عملت الفطيره الاولانيه. الفرن بقى انا هولعه. تمام، الفرن لازم يبقى سخن. يعني ايه، ما ينفعش ان انا اولع الفرن وازج الصينيه على طول، لا غلط، هتطلع معاكي زي ما نقول ساكعه، مش هتجب معاكي لان الفرن مش سخن. الفرن لازم نسخنه وبعد كده نوطي من على الجوانب ونوطي من تحت. احنا كده هندخل الاولانيه دي ونسيب التانية تستريح. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا الجمال، طالعه الله اكبر ومليانه هوا، معناها ان هي مورجه من جوه. وانتي بقى وشطارتك في التطييب ما تسيبيش فطيرتك وتروحي تعملي مكان حاجه، لان انا عملت كده في التانية فكنت هتحرج مني. بصي يا دوبك انتي بقى توطي النار بعد ما يسخن وتشتغلي. انا كده طيبت واحده وهدخل التانية اهي بفردها. بصوا جمالها، مليانه هوا ومريحت وخدت راحتها خالص وبكل بساطه. بصوا ده هوا، ده معناه ان ده فيها هوا، الهوا ده يخليها مورجه من جوه. طبعا وانت خدمتيها سمنه من جوه فبتبقى ايه ما شاء الله. هندخلها الفرن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.